عليكم السلام يا حبيبي، عامل عامل إيه؟ ايه يا محترم؟ يا رب تكون بخير. إيه الأخبار؟ انا اتفضل. طالع اقول كلمة صغيرة، مش هطول عليك بما يخص القصة دي، لان انا إمم. كمان كان ليا نصيب يعني. وهقسم قسم مسؤول عنه أنا قدام لسه ربنا. لسه هاجيب الفيديو بتاعك أصلًا موجود معايا في اللايف. انا هقول كلمة دلوقتي وهقسم قسم اتسأل عليه قدام ربنا، ومحدش يزعل مني، واللي يزعل براحته هو حر. زي عبد الرحمن مبدئيا كده بس نوضح الاول، الست دي قالت ايه ما اتقالش على السوشيال ميديا. نعد كده مع بعض، موضوع حاجات اتقالت على السوشيال، اصل كل الناس دلوقتي الست دي متهمة ان هي طلعت، ومنهم اللي بيقول لك افشت اسرار موتى وما ينفعش ودي امانه، ومنهم اللي قال ان هي المفروض ما تطلعش تشتغلها في جهه حكوميه. حضرتك قلت ان هي متطوعه بتعمل لله. لا، لا، أنا بس معلش، أنا مستغرب من حاجة هقول لك بتحصل. انا سر الاستغراب ايه. لأ، يعني أنا افتكرت حاجة، بس ثواني يا محمود وكمّل كلامك. أصل هي بتفشي أسرار، أصل ما ينفعش إن هي تقول الكلام ده. طب ما اللي قاعد بقى له من أول القضية 3 شهور يلمّح ويقول كلام ويقول لك اصل انا كده ما فيش اسرار. طب لو انت في اسرار انت شايفها، من باب اولى انت تقعد تلتزم الصمت اهدى وروق. وتشتغل وتركز في القضيه وتورينا شغلك في المحكمه. اهدى وروق. غير كده اهدى وروق. غير اهدى كده وروق. هقول غير لك كده انا يبقى احنا دلوقتي، بنناقض نفسنا. هخلص لك الموضوع في كلمتين اتنين والله العظيم، وهقسم قسم اتسال عليه قدام ربنا مش قدام السوشيال ميديا ولا العك اللي بيدور ده. الست م. دي قالت ايه ما بتقالش على السوشيال ميديا، ما قالوش بعض المحامين وبعض رواد السوشيال ميديا ومقدمين المحتوى السحاجات. موضوع ان البنت عندها زرقاء في دراعها اتقال، وعم البنت او جوز عمه البنت طلع قاله قبل كده، وكل الناس تودرته قبل كده. موضوع ان الساعه اللي ماسكين فيها الست لا حددت لا عندي ساعه ولا عندك ساعه، وانا اصريت اتكلم معاه في المكالمه بتاعته وحد معاه ساعه. قالت لي اليوم ما اللي انا اعرفش اصريته. حددت ساعه فين دي، ما اعرفش موضوع لا، حددت الساعه دي هي فين. ممكن قالت مع فتحي لان فتحي بيحب ده قوي، فبقول لها ممكن الساعه كام، ممكن 3، فهي تقول له ممكن 3 ممكن 4 ممكن 5، انا ما اعرفش زي ما هي قالت قالت كده ممكن دلوقتي. بالظبط. قالت ممكن ممكن. الست يا سيدة، اصل هي احنا عملنا معاها 3 مكالمات احنا الثلاث. يمكن انا مكالمتي كانت اقصر مكالمه لان كنا في وقت متاخر بعد ما خلصت ورجعت وكانت الشبكه وحشه، ولكن انا اصريت ادق معاها جدا على موضوع الوقت. انت اليوم اللي غسلت فيه ولا دفن فيه؟ قالت لي ايوه، وهي مش عارفه حتى التاريخ، بس احنا طبعا عارفين التاريخ. البنت اتدفنت يوم 25، فاهمني؟ فالست ما قالتش حاجه، ما طلعتش على السوشيال ميديا. انا عايز اعرف حد دلوقتي من حضراتكم اخواتنا اللي معانا يشاور لي على افشاش الاسرار، او انها طلعت فشه سر او الكلام الفاضي ده كله. فين الست قالته غير اللي قال على السوشيال ميديا؟ موضوع الناس مسكت برضه في حته، ده هي قالت عذراء ايش عرفك. اولا الكلمه دي ممكن تتقال من باب الستر، ما احنا قلنا ثواني الطب بس، عشان والشرع قال عشان عشان الكلمه دي. نتكلم على بلاطه كده. عشان نتكلم على بلاطه، مين قال ان هي بتفشي الاسرار؟ قول لي اسماء، انا مش عايز. قول لي اسماء. المحامي الاستاذ احمد حساب محامي الاستاذ احمد حساب، انا عملت معاه مداخله، كان هو المستشار مجدي الادوش، تحياتنا لهم طبعا. والمستشار مجدي الادوش قالوا، اه قلت لهم ان مفيش افشاء اسرار، قلت لهم الكلام ده وانت معاهم. قلت ايوه، قلت فين الافشاء الاسرار؟ الست قالت ايه غريب؟ قالت حاجه واحده م. بس. بص يا استاذ عبد الرحمن، هقول لك انا دلوقتي، الست دي قالت حاجه واحده بس جديده ما كانش السوشيال ميديا تعرفها، ولو الناس تاخدها افشاء اسرار فتفضلوا رد علينا كده. الست دي كل الحاجه الجديده اللي قالتها ان البنت لقيتها متشرحه، غير كده ما جابتش جديد. السحاجات المحامي اتكلم عنه، موضوع الطين المحامي اتكلم عنه. الست لا قالت حاجه عيب في السير جسم ده، كنت بسالها تقول لا والله انا كنت بعمل عليها وهي عليها ملايه عشان الستر والكلام ده. تمام. اقول لك انا بقى هنا السر ايه، وهقسم لك قسم بالله العلي العظيم 3، لو الست دي كانت قالت كلام يتماشى مع راي الناس دي ما كانش حد خالفها في الراي، لانها ما قالتش حاجه بالظبط. غلط. انا بقسم لك انا مع الوقت. ان دي حاجه غريبه، المفروض الكلام ده في مصلحه. انا عايز اقول لك على مصلحه حاجه، عايز اقول لك على حاجه. دعاء، ان هي دعاء المتهمه الوحيده. ليه الست دي ما طلبتش شهادتها في المحكمه؟ لسه قايله بما ان اهو، قايله بما ان لو طلبت شهادتي انا هروح. وبما ان احنا عمالين نتكلم ونتكلم ونتكلم، ليه ما طلبناش شهادتها في المحكمه؟ ليه ما طلبناش شهاده المسعف في المحكمه اللي هيكون شهاده قطعيه فيصليه عن كل المهاترات اللي احنا بنتكلم فيها؟ دي الاسئله المهمه، دي الاسئله المهمه الوقت. ليه المسعف ما طلبش للشهاده حتى الان، اللي هو هيكون نقطه مفصليه؟ الكل بيقول لك ده على جنبها، ده على وشها، ده في شال، ده في شال. ليه المسعف ما طلبش شهادته في المحكمه؟ حد يرد عليها كده يقول لي، اليست شهاده المسعف ده تكون شهاده فيصليه استاذ عبد الرحمن ومهمه جدا، والمفروض بنشوفها في كل الاوراق من غير طلب؟ بما انها مش موجوده في الاوراق، ليه المحامين ما طلبوهاش؟ ولا هي الست المغسله عشان طلعت قالت كلام او قالت حقيقه مش كلام؟ اللي قالته حقيقه، موضوع ان البنت اتشرحت ده اللي جديد اللي قالته الست، ما فيش اي حاجه جديده قالتها.
ان البنت متشرحه. موضوع الحاجات اللي في دراعها الايمن جوز عمه البنت اللي قالوا على السوشيال ميديا، ولا احنا عشان كلنا تبنينا على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت، وانا واحد منهم، قلت الطبيب الشرعي ده لازم يتحاسب لانه كسر، والكل قال لك ما تشرحتش البنت. الوقت لما تطلع المغسله الحاجه الوحيده اللي لقيتها الجديده ما اتداولتش على السوشيال ميديا هي النقطه دي عبد الرحمن، انها ما اتغسلتش. في طبعا جزء كبير متبني فكره ازاي ده طبيب الشرعي. طب ما انا متفق معاكم في ده، وكل الناس متفقه معاكم، قد يكون زي عبد الرحمن كمان متفق معاكم ان الطب الشرعي اثر في ورقه او اثر في عمايله، ولكن الست طلعت قالت شرح، ولا انتوا عشان قلتوا ما تشرحش فخلاص نقبلها من المحاكمه ونحاكمها ونعملها؟ طب انا راهنك لو حد وتم اتهامها كمان ان هي بتسيء لمؤسسات الدوله. هي قالت ايه لمؤسسات الدوله؟ اتكلمت في ايه الست؟ ما انا هجيب دلوقتي، اصلا انت عارف، بص انت عارفني ما بحبش اتكلم كده كلام مرسل، انا هجيب لا احنا بنتكلم مع بعض اهو، قول لي ولا انا اقول لك، ولا نقول لبعض، ولا اخواتنا المتابعين يردوا علينا. يعني اسالوا بقى اللي قال، انا عشان انا بس ايه، انا مستغرب بجد، والله مستغرب بجد. ولا هو مثلا انا مش يعني هو ايه يقول لك ايه، شوف لك سيره، فما صدقتوا مسكتوا في سيره حاجه، مش لاقيين سيره تتكلموا فيها فمسكتوا في حاجه، ولا ايه؟ انا مش فاهم. طب الناس اللي عماله تلمح زي ما حضرتك بتتكلم من فتره وموضوع الاعراض، واللي بيقول لك ممكن محمود وممكن كلام الفاضي وشغالين، ليه ما عملتوش ضدهم اجراء قانون؟ ليه؟ ده السؤال هنا. الناس اللي طلعوا خدوا في عرض البنت وقال لك محمود ممكن عمل معاه وعمل، ليه ما تاخدش اجراء؟ الناس اللي طلعوا ناس من الاقسام وطلعوا على المنصات قال لك ده الضابط قال لها اعمل فيكي، ومحمود قال لها اعمل فيكي، ومش عارف مين اعمل فيكي، وقلبوا المنصه كلها قذاره ومحارم وقرف، ليه ما تاخدش ضدهم اجراء؟ ولا الست دي عشان طلعت قالت حاجه خلفت الكل؟ لا ده مش بياخدوا ضدهم اجراء، ده بيطلعوا معاهم عادي، بيطلعوا معاهم. يعني الست دي اللي طلعت قالت كلمه خلفت رايكم كلكم، ولا خلفت اللي كلكم بتقولوه، فنشكيها ونقدمها للمحاكمه ونقول يا اخي عليك ما طلعت ليه؟ انا بقسم لك كمان مره، واللي يزعل يزعل، وانا عارف ان ده غلط ان انا اقوله لان طيب، بس اقسم برب العباد الست دي لو كانت قالت كلام يتماشى مع كل الافكار الموجوده، او اللي هي على هواهم، ما كان حد بيتكلم، كان الكل مجد وكان ايوه كده هو ده الصح. الست دي المفروض شهاده تطلب في المحكمه، المذيع المفروض يطلب شهادته في المحكمه، لان ده هتوضح حاجات كتير جدا. اذا كنا عمال نتكلم البنت على وشها، لا على ظهرها، لا ده كان فشال، طب ما تجيبوا المسعف، ما المسعف ده نقطه فيصليه، هيش قدام المحكمه. انت شفت ايه يا عم؟ ده قبض من اسره محمود، والست قبضه من اسره محمود، والعالم كله قبضه من اسره محمود، علشان احنا بنقول دعاء هي المتهمه اللي النيابه العامه بالمناسبه اللي اتهمتها، وبنقول بندعي، كنا بنقول يا رب اكشف الحقيقه، الى ان حتى الان ما فيش حقيقه ظهرت، الى ان حتى الان بنسمع روايات كذب كل يوم والتاني، وكلنا لا بص، ده عايز اقول لك حاجه، اللي عنده روايه ثانيه، احنا لا نعرف دول ولا نعرف دول، ولا اللي عنده روايه ثانيه بدليل يتفضل يطلعها، واحنا ما عندناش مشكله بنعرضها لما بيكون في مصدر او بيكون في حاجه بدليل بنعرضها. هاري وكلام وسيناريوهات وافلام وحبكات كده دراميه، ده مش منطقي، ده مش منطقي يا جماعه، ولا على السوشيال ولا في المحكمه، ما ينفعش. ده حد قال لي امبارح ما تصدقوش الوهم. الحق احذف المكالمه بسرعه لحسن يتعمل فيكم بلاغات اللي طلعت المكالمه. والله ما انا حذف المكالمه، اقسم بالله ما حذف المكالمه. بلاغات ايه وخرا ايه وطين ايه؟ الست ما غلطتش في حرف، ما جابتش حاجه الست، اللي اكدت وفاه ولا خبطت في الشرطه ولا قالت ولا افشت سر من اسرارها. ده انا مكالمتي في بدايتها انا مش بطلب منك تفشي، قالت لي لا طبعا، وده واضح. الست تتكلم في حاجات، كل اللي اتكلمت فيه الست هو اللي دار على السوشيال ميديا وكل بيتقال فيه، بل ده بيتقال اوسخ منه كمان. الحاجه الجديده الوحيده وهي دي المشكله، هي دي اللي تعبت الكل، مش عارف ليه احنا عاملين كده يا محترمين. ما احنا بنقول كله يمشي وكله يقول وكله يتفق، ما فيش مشكله، وبنتفق مع الناس وبنختلف معاهم في كل شيء، بس ليه كده؟ يعني عشان واحده زي دي احنا طلعناها وهي قالت ان البنت اتشرحت، واحنا كنا ما انا كنت واحد من الناس بقول ازاي ما شرحها، بس الكلام ده كان على بناء على كلام المحامي اللي هو المفروض قبل ما يقول كلمه يتاكد منها. المحامي رد عليه وقال لي انا ما قلتش كده، انا بقول مين قال لك مش يمكن ما اتشرحتش، احنا شفنا تشريح. هو كلام حضرتك مع المستشار، هو مش بيؤكد كده، بتقول فيما معناه ان ما اتشرحتش، مش ده فيما معناه ما اتشرحتش. الراجل بيقول لك انا ما اتذكرش في الورقه، خلاص لك منا كل احترام، بس الست ما طلعتش كذبت، الست طلعت قدمت حقيقه كانت غايبه عن حضرتك شخصيا. ولا مش كلام محترمين؟ يعني الست دي لما طلعت لقت الاثار ده هي اكدت حاجه ما كانتش غايبه عن حضرتك. خلينا